رحلة مصيف بتتحول لأخطر مغامرة. تخيل لما تبقى محبوس طول حياتك في البيت وممنوع من السفر علشان أهلك بيخافوا عليك قوي، ويوم ما يسمحوا لك تسافر تغير جو تلاقي نفسك متورط في حوار أكبر منك. ساعتها هتعمل إيه؟ وعشان أقول لك ما تنساش تفرحنا بلايكك الجميل وتشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبدأ الحكاية. فيلمنا بيبدأ بقصة قصيرة عن بطتين كانوا عايشين في سلام وسط بركة البط، لكن البطتين دول كانوا عندهم فضول دايما ان هم يخرجوا من البركة علشان يستكشفوا العالم الخارجي. ساعتها قرروا ان هم يغامروا ويخرجوا اخيرا من المكان، بس الفضول والفرحة اللي كانت جواهم اتحولت فجأة لكابوس، لانهم بمجرد ما خرجوا من البحيرة في طائر مفترس هجم عليهم واصطادهم، ووقتها خسروا حياتهم في المقابل بعد ما كانوا عايشين مرتاحين. القصة دي بقى كان بيحكيها بطلنا ماك، اللي كان عبارة عن ذكر بط عايش هو وأسرته في بركة مية هو كمان، بس بيحكي القصص اللي من النوعية دي دايما لأولاده علشان يخوفهم من الخروج بره البركة لو فكروا في مرة يعني، لحد ما بتدخل مراته بام وبتقطع القصة دي لأنها شايفة جوزها بيبالغ حبتين وإنه ما ينفعش يحكي قصص رعب زي دي دايما للأولاد علشان ما يخافوش. وبتحاول تغير في سيناريو القصة إن والد البطتين يعني جه وأنقذهم في النهاية، ولكن ماك مرضاش يسكت. قال لأولاده إن والد البطتين على ما وصل لقاهم ماتوا وما قدرش يعمل لهم حاجة. ساعتها في الوقت ده بام ما كانتش عارفة تعمل إيه فيه الصراحة، وهي بتحاول على قد ما تقدر تصلح علاقته بالعيال، لكنه زي ما هو مصمم يخوفهم ويرعبهم أكتر. وبتعرفوا إن بنتهم جوين الصغيرة لسه بتعملها على روحها وهي نايمة بسبب كل القصص المرعبة اللي بيحكيها. ويا عم كفاية بقى، ما ينفعش ترعب العيال أكتر من كده، دول مش هيستوعبوا اللي بتقوله ده. بيعرفها ماك إن هم لازم يخافوا من العالم الخارجي علشان لو فكروا في يوم إن هم يطلعوا له يغيروا فكرتهم على طول. ولكن الطريقة دي ما كانتش عاجبة بام خالص، لأنها شايفاه بيبالغ طول الوقت وعمره ما خرج أصلا علشان يتأكد إن اللي بيقوله ده صحيح ولا لأ. وبتقول له كفاية سهر بقى لحد كده وتعالى ننام. بتمر الأيام وبنشوف عيلة البط البسيطة دي وهم عايشين مبسوطين وبيقضوا أيامهم في بركة المية ومعتبرينها بيتهم الأساسي اللي ما يقدروش يخرجوا منه أبدا، وبيستحملوا الشتاء والبرد والحر مقابل إن هم يفضلوا في أمان. طبعا كل ده بسبب ماك اللي بيخوفهم دايما وعمره ما سمح لهم يستكشفوا العالم من بره. بنلاحظ إن هم قريبين جدا من بعض، وده لأنهم ما قابلوش حد غريب قبل كده، يا دوب بركة المية على قدهم هم وبس. لحد ما في يوم بام بتيجي تنادي عليهم بسرعة علشان تفرجهم على حاجة، فكلهم بيجروا وراها وهم مش فاهمين ايه اللي بيحصل. ولكن بام كانت عاوزة تفرجهم على موسم هجرة الطيور، وان في سرب طيور غريبة بيقرب من البركة بتاعتهم، وبتقول لهم ان دي فرصة عظيمة علشان يتعرفوا على ناس جديدة. وبتروح تطلب من ماك انه يروح يرحب بالضيوف دول ويستقبلهم في بيته، ولكن ماك ما بيكونش عاجبه الوضع ده لانه ما بيحبش الاغراب، ولسه هيقول شوية قصص من بتوعه بيتفاجئ ان عياله مش موجودين اللي هم جوين وداكس، لانهم كانوا خرجوا ناحية الطيور الغريبة اول ما شافوهم وما استنوش رأي باباهم. علشان كده بنروح لهم وهم بيرحبوا بالطيور الجديدة، وداكس مبسوط علشان اول مرة يشوف حد تاني غير اسرته، وبيتبسط اكتر بقى لما بيقابل بطة جميلة وصغيرة في السن اسمها كيم، اللي تقريبا كده بيقع في حبها من اول نظرة وبيحاول يتعرف عليها. وكيم هي كمان بتبقى مبسوطة علشان شافته وبتسأله لو خرج قبل كده من البحيرة دي، ولكن داكس بيعرفها انه عمره ما خرج من هنا ابدا. فبتستغرب ازاي طيور وما هاجروش قبل كده ولا مرة، وان ازاي اصلا يقضوا حياتهم كلها في مكان واحد. وبتعرض عليه انه يجيب اسرته ويهاجر معاهم علشان يستكشف العالم، وبتسيبه وبتروح لباباهم. وقتها داكس بيجري على باباه علشان فرح بالعرض بتاع كيم، ولكن ماك اصلا كان جاي متعصب علشان خالفوا اوامره واتحركوا من غير ما يقولوا له، ولسه هيزعق معاهم. البت جوين بتقول له على اللي حصل وبتعرفه ان اخوها داكس كلم بطه غريبه اسمها كيم وشكله كده وقع في حبها وعاوز يتجوزها. الكلمتين دول بيعصبوا داكس جدا وبيدب خناقه مع اخته لولا باباه اللي بيحشوا عن بعض. وداكس كان شايف ان اخته بتفتن عليه على طول وما ينفعش تعامل اخوها الكبير كده، ولكن ما كان في موال تاني خالص، شايف ان هما ما ينفعش يتعاملوا مع حد غريب تماما، لحد ما بتظهر كيم وباباها ومامتها وبيتعرفوا عليه. على دخلة بام اللي بترحب بيهم وبتعتذر لهم على الازعاج ده، ولسه هيمشوا وبتلاقي والد ووالدة كيم بيعرضوا عليهم ان هم يسافروا معاهم لبلجيكا، وهو موسم الهجرة ومن حقهم يغيروا جو والكلام ده. بيفضلوا يحكوا لهم عن الاماكن اللي بيزوروها وعن قد ايه هي جميلة. كمان في بحيرة مضيئة بيسبحوا فيها كل سنة، واكيد لو راحوا معاهم هيستمتعوا بالجو. ما اكدبش عليك بقى، بام بتفتح عينيها وكانها
أعجبت بالكلام ده قوي وبقى عندها فضول تجرب موسم الهجرة اللي بيقولوا عليه ده، وهو على الأقل تشوف البحيرة المضيئة اللي بيتكلموا عنها. ولكن ماك بيتدخل بسرعة وبيعتذر لهم إن هم مش هيعرفوا يسافروا معاهم السنة دي لأسباب عائلية، وإن شاء الله يا جماعة نبقى نسمع كلامكم ونهاجر السنة الجاية نكون عملنا حسابنا. فالناس بيستغربوا الصراحة من طريقته وإيه الأسباب اللي هتكون عنده تخليه ما يهاجرش يعني. ولكن ماك بيسيبهم وياخد أسرته ويمشي. فوالد ووالدة كيم بيقرروا إن الوقت عدى كتير عليهم هنا وكفاية لحد كده، لازم يكملوا طريقهم. وبياخد سرب الطيور ويمشوا. فبيودعهم داكس وهو حزين، خاصة كيم اللي بيبص لها وجواه حزن الدنيا كله إنه مش هيشوفها تاني، وكان نفسه يروح معاهم بس مش هيعرف يعارض كلام بابا يعني. ساعتها بام بتدب خناقة مع جوزها على طريقته اللي اتعامل بيها مع الناس، وإنه ما كانش ينفع يحرجهم بالطريقة اللي عملها دي، وكان لازم يوافق على العرض بتاعهم. وانت يا اخي عمرك ما طلعتني مصيف ولا لففتني العالم زي ما والد كيم بيعمل مع زوجته. ولكن ماك بيقول لها ان الفكرة دي غبية، وان هم لو خرجوا من هنا مش هيبقوا في امان، ولازم يلتزموا بالقانون اللي حطه لو عاوزين يعيشوا مع بعض لاخر العمر. بس بام ما كانتش مقتنعة بالكلام بتاعه ده. حتى جوين المفعوصة هي كمان بتندب حظها، وانت ليه يا بابا ما بتخليناش نصيف زي باقي الطيور؟ ساعتها ماك بيحس انه اتحط قدام الامر الواقع ومفيش حد راضي يسمع كلامه خالص، وبيحاول يخوفهم على قد ما يقدر علشان يشيلوا الفكرة دي من دماغهم، لكنهم بيبقوا مصممين على رأيهم برضه. وبام بتقول له جملة بتخليه يحس بتأنيب الضمير قوي: انت لازم تفوق بدري قبل ما تخسر عيالك للأبد. وقتها ماك ما بيعرفش يدخل البيت من الخوف لما بيفكر في فظاعة الجملة دي، وانه ازاي هيخسر كل اللي بناه على مدار السنين اللي فاتت كده بسهولة. وبيفضل يفكر في الموضوع لحد ما الليل بيدخل عليه، وفجأة بيظهر العم دان اللي هو عم ماك علشان يقول له انه معاه حق في كل الكلام اللي بيقوله، وانه فعلا بيخاف على اسرته ولازم يلتزم بقراره وما يعرضهمش للخطر. بس في وسط الكلام المشجع لماك ده بيقول له: انا عاوزك تبقى زيي، تعيش في امان طول العمر حتى لو هتخسر اسرتك وتعيش بقيت عمرك وحيد. وده لان العم دان خسر اسرته زمان لما سابوه وهاجروا، ومن يومها وهو عايش بيقضي حياته كلها وسط البركه دي، بياكل ويشرب وينام وبس. لكن اللي ما يعرفوش ان الجمله دي زودت هم ماك اكتر، وبيربطها بجمله بام لما قالت له انه هيخسر اولاده. ساعتها بيحس بالخوف انه يبقى زي العم دان ويخسر اسرته فعلا، وان هم ممكن يتضايقوا من تحكماته الزايده دي ويجي اليوم اللي يهاجروه ويسيبوه وحيد هنا. علشان كده بيغير رايه على طول وبيرجع يصحي عياله من النوم وهو مبسوط وسعيد، وبيحاول يفرحهم ان هم معاه علشان يختاروا دايما. فبيستغربوا من طريقته دي، خاصه ان هم نص الليل، لكنه بيفاجئهم لما بيقول لهم ان هم لازم يجهزوا علشان هيتحركوا بدري. ورحله الهجره دي يا اولادي بتبدا من الفجر وانتم متاخرين كده، فما بيبقوش فاهمين هو يقصد ايه بالظبط وهجره ايه اللي بيتكلم عنها دلوقتي. فبيعرفهم انه غير رايه وقرر يسمع كلامهم ويهاجروا هم كمان علشان يستكشفوا العالم. وساعتها الاسره كلها بتفرح بالخبر ده وبيقوموا يجهزوا نفسهم للسفر، والاولاد كمان بيتحمسوا ويجروا عليه يحضنوه ويشكروه ان هم اخيرا هيسافروا يلفوا العالم. لكنه بيعرفهم ان هم هيسافروا لجامايكا، خاصه عند البحيره المضيئه. فبيقولوا مش مهم، المهم اننا نخرج من البركه الضيقه دي وخلاص. وقتها بام بتجري عليه وتحضنه وتقول له: انا كنت متاكده ان جواك شويه مغامره ومدكنهم على جنب لسه. فبيفرح ماك بكلامها ده، خاصه انه نال رضاها اخيرا. لولا العم دان بيظهر وبيقطع عليهم الخلوه الجميله دي، فالعيال بتجري عليه وبيطلبوا منه يسافر معاهم لجامايكا. بس العم دان كان شايف ان الفكره دي خطر ومش لازم ينفذوها، لكنهم بيفضلوا يتحايلوا عليه يروح معاهم بدل ما يقعد هنا لوحده. وفعلا العم دان بيحس انه هيبقى وحيد اكتر وبيوافق يروح معاهم. تاني يوم بيبداوا يجهزوا نفسهم للسفر وبيطمنوا ان الريش بتاعهم تمام وجاهز للطيران، وبيلموا كل الحاجات اللي هيحتاجوها في الطريق. والاول مره من سنين يطيروا في السماء وعلى ارتفاع عالي، فكلهم كانوا مستمتعين بالجو، خاصه جوين اللي هتشوف العالم وهي في سن صغير لسه. وبعد ما بيخرجوا من البركه اخيرا بيتوجهوا ناحيه جامايكا. بس وهم طايرين في الجو بيلاحظوا حاجه غريبه قوي، وهي ان هم ماشيين في الاتجاه المعاكس بالنسبه لباقي الطيور. فماك بيقول لهم: اكيد البوصله بتاعتي مصديه علشان ما خرجتش من زمان، بس الاكيد اني ماشي في الاتجاه الصحيح. هو تقريبا ما خرجش ولا مره في حياته وعامل فيها ابو العريف. وبنتاكد اكتر لما بيوصلوا لمكان مليان مطر وبرد، فبيستخبوا في مكان صغير لحد ما المطر يخلص، وبيقولوا ان هم هيرجعوا يكملوا طريقهم لما يهدى. ولكن فجاه بيظهر لهم طائر ضخم جدا واللي كان باين انه مفترس، ونفس الطائر اللي ماك كان دايما بيحكي عنه. فالطائر ده بيبدا يقرب منهم وبيسالهم بيعملوا ايه في عز البرد والمطر ده. فبيعرفوه هم خايفين وبيتلجلجوا في الكلام ان هم مهاجرين ونزلوا يرتاحوا في المطر. ولكن الطائر بيعرفهم ان اسمها ايرين، وان هم ماشيين في الاتجاه الغلط، وبتعزم عليهم انها تستضيفهم في بيتها لحد ما الجو يهدى شويه. لكنهم بيرفضوا من كتر
الخوف، بس إيرين ما بترضاش تسيبهم لوحدهم وبتاخدهم غصب عنهم. وطبعا ماك كان بيتذكر كل مخاوفه في الوقت ده ومش متخيل إن حياته هتنتهي بالشكل ده وبالسهولة كده، وبيبقى نفسه الأرض تنشق وتبلعه علشان يخلص من إيرين، لكنه ما بيعرفش. وأول ما بيوصلوا البيت بيتفاجئوا إن في طائر تاني كمان واسمه هاري، واللي كان زوج إيرين وعايشين مع بعض لوحدهم. بيخافوا من شكله قوي، خاصة إنه مرعب وضخم، ولكن إيرين بتطمنهم إنه ما بيتحركش وهي اللي بتجيب له الأكل لحد عنده. هو كائن مفترس زمان بس دلوقتي ما بيعملش حاجة. ساعتها ماك بيتأكد إن هم في خطر، وأكيد إيرين جايبهم هنا علشان تتغذى عليهم هي وجوزها. ولما بيحاولوا يخرجوا من البيت بتقفل الباب في وشهم علشان يبقى أمر واقع عليهم. وقتها العم دان بيستسلم لفكرة إنه هيتاكل خلاص، وبيقول الأحسن أتاكل وأنا نايم ومرتاح بدل ما أبقى صاحي بقالي يومين كده، ولما يجي دور يا ولاد ابقوا صحوني من النوم. رايق قوي العم دان ده والله. المهم بهام بتبقى مركزة قوي مع إيرين وبتشوفها وهي بتجهز حلل الطبيخ والسكينة. بتحس إنها بتجهز كل ده علشان تطبخهم، وبتحاول تشتتها شوية وتخليها تأجل موضوع الطبيخ ده شوية. بتسألها لو كانوا عايشين هنا لوحدهم وليه ما هاجروش هم كمان، وأسئلة كتير بتضيع بيها الوقت. ولكن إيرين بتبدأ تتكلم معاهم وهي متحمسة قوي. إحنا كنا بنهاجر زمان زي باقي الطيور، وجوزي هاري اللي شايفينه قدامكم ده كان صياد محترف بيصطاد فريسته بضربة واحدة، لكن زي ما انتوا شايفين دلوقتي بقى عاجز عن الطيران، ما بيعرفش يتحرك كتير، وانا اللي بقوم برعايته. فالوهلة كده بيحسوا انها بتتكلم عليهم وانها جايباهم هنا مخصوص علشان تعشي الحاج هاري جوزها. واللي بيزيد ويغطي كمان بقى لما بترمي لهم حلة يناموا فيها وبتقول لهم انه اريح سرير عندهم هنا بيقعدوا فيه بمزاجهم بدل ما تحطهم غصب عنهم، وبيحاولوا يتعاملوا معاها بهدوء علشان ما تتعصبش عليهم. ولكن إيرين كانت بتتصرف بطريقة تخوف اصلا، وعمالة تبص لهم نظرات غريبة، لحد ما ماك بيطلع راس سمكة تقريبا كانوا مخلصين عليها قبل ما يوصلوا، وبيقول لها ايه ده الضيف القديم لسه موجود اهو. ولكن إيرين بتطمنهم وبتطفي النور علشان يعرفوا يرتاحوا كويس، وبتروح تنام جنب هاري. بس برغم انها بتغطس في النوم الا ان ماك واسرته ما بيعرفوش يناموا من كتر الخوف حرفيا. احسن تغدر بيهم وتصحى تسلقهم وتعمل منهم بط مشوي ولا حاجه. بيفضلوا مراقبينها طول الوقت لحد ما بيحسوا ان المطر وقف والجو هدي. بيلموا نفسهم بربطه المعلم علشان يهربوا بقى، ولكن فجاه إيرين بتقف قدامهم واتاريها كانت نايمه نص نص كده وحاسه بكل اللي بيحصل، وبنظره كلها رعب بتقول لهم ما كانش المفروض تسيبوا سريركم وتخرجوا. وما اقولكش بقى على احساسهم كان عامل ازاي وقتها، تقريبا عملوها على روحها من كتر الرعب. وبضربه واحده بتحدف ماك وبام ناحيه هاري اللي بيكتفهم برجله، وبتروح علشان تمسك داكس وجوين اللي كانوا خايفين ومستخبيين في حضن بعض ومش مستوعبين ان هم هيموتوا بالسرعه دي، لحد ما فجاه في سمكه كبيره ظهرت وقامت بلعاهم، لولا إيرين مسكتها برجليها وخرجتهم من بقها وقامت راميه السمكه جوه الطاسه. بعد كده الجو هدي شويه، واتضح ان إيرين كانت حاسه بالسمكه من البدايه وكانت خايفه احسن تاكلهم، معنى كده انها ما بتاكلش البط. ولما بيطمنوا انها مش هتاذيهم بيرتاحوا وبيناموا وهم مطمنين. تاني يوم بتروح تودعهم علشان يكملوا طريقهم، والاسره كانت مبسوطه علشان اخيرا اتخلصوا من الرعب ده. واثناء ما كانوا طايرين داكس كان متحمس قوي لانه اول مره يشوف السحاب من قريب، وبينادى على عيلته علشان يتفرجوا معاه. ومن كتر الانبهار اللي كانوا فيه بيعملوا شقلباظات كتير في الهواء لحد ما بيشوفوا ضوء غريب بيقرب منهم، وفجاه لما بيقربوا منه بيبداوا يشوفوا مباني عملاقه قدامهم علشان يكتشفوا ان هم دخلوا مدينه كلها مباني عاليه، وبسبب ان هم مش عارفين يطيروا اعلى من كده بيبداوا يخبطوا في الحيطان لحد ما وقعوا وسط الشوارع، وشافوا كميه ناس اول مره يقابلوهم في حياتهم والحياه البشريه اللي موجوده على الارض. فحاولوا يهربوا باي طريقه لكنهم هبطوا في صندوق زباله. وحظ داكس وجوين بقى انهم نزلوا في علبه دونتس، فكانوا مبسوطين علشان هياكلوا اكل مختلف وكده، عكس ماك اللي كان خايف يجربوا حاجه مش عارفينها. فبيدوروا على العم دان بيلاقوه متعلق على الجسر، ولما بيحرر نفسه بيقع على شجره عاليه، فبيجروا وراه علشان يساعدوه. ولكن العم دان كان وقع جنب ساندوتش وكان خلاص هياكل منه، لولا ان شويه حمام نزلوا يشاركوه الساندوتش ده، فاتضايق منهم وحاول يبعدهم عنه. ولكن كميه الحمام بدات تزيد بشكل كبير وعينيهم على الساندوتش اللي في ايده. وعلى ما باقي الاسره وصلوا لقوا متغطي بالحمام من كل اتجاه وعمال يصارع علشان الساندوتش، فبيحاولوا يساعدوه ويحموه منهم. ولكن ماك بيتعصب وبيشتم الحمام وبيقول عليهم ان هم شبه الزباله. ساعتها بتصرخ حمامه بعيده وبتسال مين اللي بيقول كده علينا. بيخاف ماك احسن يطلع له ديناصور ولا حاجه، لكنه بيتفاجئ انها حمامه صغيره في الحجم واسمها تشامب، اللي بتعرفه انها زعيمه الحمام في المنطقه، ولو عاوزين يتكلموا مع حد يتكلموا معاها هي. فبتحاول بام تعتذر لها على اللي جوزها قاله، وبتعرض عليها ان هم يقسموا الساندوتش نصين علشان يخلصوا. ولكن تشامب بتقرر تاخد جزء اكبر
لأن عددهم كبير. وطبعا بام ما بتجادلش معاها كتير وتطلب من العم دان إنه يقسم الساندوتش، فتقريبا كده ما بيعرفش يقسمه وبيقوم راميه على الأرض، فالحمام بيهجموا عليه وبيخلصوا في ثانية. وقتها تشامب بتعتذر لهم على أسلوبها الحاد معاهم، وكل ما في الحكاية إنها ما بتحبش حد يشتمهم بس لأنهم عاوزين يعيشوا بكرامتهم، وبتعرفهم إن هم بيغيروا من البط لأنهم شايفين البشر مهتمين بيهم زيادة عن اللازم وبيأكلوهم بإيديهم، وبتعرفهم إن هم لو محتاجين مساعدتها فيقولوا لها عادي. ساعتها بام بتتشجع وبتطلب منها تدلهم على طريق جامايكا لأنهم تايهين. بترد تشامب بإنها ما تعرفش الطريق كويس لكن تعرف اللي يقدر يدلهم عليهم، وبتاخدهم معاها علشان توصلوا بيه، ولكن بتعرفوا إن هم ما ينفعش يطيروا قريب منها علشان غشيمة شوية في الطيران وهتتعبهم. ولسه بتجهز نفسها علشان تطير، أتوبيس بيعدي ياخدها في طريقه بس ما بيحصلهاش حاجة وبتخرج من الحادثة سليمة. ولما بتحاول مرة تانية أتوبيس تاني بيعدي ياخدها بنفس الحكاية. هنا بقى بتطلب من ماك وأسرته إن هم يبعدوا عنه أكتر، مش لازم يقربوا قوي. وقبل ما تطير للمرة التالتة عجلة بتعدي وتدوسها وهي على الرصيف. بتتعصب من الوضع اللي هي فيه، ولكن أخيرا مع المحاولة الرابعة بتقدر تطير وهم بيروحوا وراها. بيعدوا على المدينة وبيشوفوا المباني العالية واللوحات اللي متعلقة وشكلها جميل وبيبقوا مبهورين بالمنظر من فوق. وماك كمان بيدي بالونة لبنته علشان تفرح بيها، لحد ما تشامب بتوصلهم لمبنى عالي جدا واللي كان موجود فيه مطعم، فبتحذرهم ان هم يقربوا من اي بشري موجود هنا والا يتحولوا لبط مشوي بالبرتقال والبهارات. وبتدخلهم من فتحة التهوية اللي في السقف علشان توديهم عند الشخص اللي هيدلهم على الطريق. واخيرا بيوصلوا عند بغبغان كبير شوية في السن اسمه ديلوري اللي بيسألوه لو كان يعرف طريق جامايكا، فبيضحك ضحكة سخرية كده وقال ايه انا ما اعرفش طريق جامايكا؟ امال مين اللي يعرفه؟ ده انا اساسا من هناك واسرتي كلهم عايشين هناك، لولا بس حظي الاسود اللي وقعني في صاحب المطعم ده ومن يومها وهو حابسني في القفص ده. فبيسالوه عن الطريق علشان يبداوا رحلتهم من تاني، لكنه بيفضل يقول في اتجاهات كتير قوي ما بيلحقوش يحفظوها ولا حتى يفهموها. وبعد ما بيخلص شويه الاتجاهات بتاعته دي بيفتح في العياط، ما بيبقاش مصدق انه هيقضي بقيه حياته في القفص الصغير ده. بيحاولوا يهدوه ولكن ما بيعرفوش لدرجه انه بيصعب عليهم قوي. وساعتها داكس بيتحمس وبيسالوا عن مكان المفتاح علشان يحرروه وياخدوه معاهم، فبيهدى شويه ويقول لهم ان المفتاح في جيب الطباخ بنفسه، بس بيحذرهم انه يشوفهم والا هيحولهم لطبق مشاوي على العشاء. وقتها داكس بيتحمس قوي وبيقرر يروح يجيب المفتاح بنفسه، فبيحاول بابا يوقفه لان الوضع يبقى خطر عليه لكنه ما بيسمعش كلامه. وبيعرفوا ان هم محتاجين لبعض علشان يطلعوا من هنا، علشان كده ماك بيقرر يروح هو بدل ابنه علشان ما يتعرضش للخطر. وبيتسحب وسط الصاله ومستني اللحظه المناسبه اللي الباب بيفتح فيها، وبعدين بيدخل علشان اول ما بيدخل من الباب يلاقي الطباخ في وشه وعامل شويه نوش، فبيخاف منه وبيستخبى لكنه بيلمح المفتاح في البدله بتاعته اللي لسه خالعها، فبيستنى لحد ما تبقى بعيد عنهم وبيتسحب علشان يقرب منه. بس بيتفاجئ ان بام هي كمان جت وراه تساعده، فبيتنكروا في بطيخه واناناسايه علشان يعدوا من الطباخين. واول ما بيقربوا من المفتاح بيحاولوا يشدوه من الهدوم لكن بيعملوا دوشه في المكان وبيتكشفوا. ولما الطباخ بيشوفهم بيدور الجري وراهم وهو ماسك السكينه وفاضل على الحلو تكه ورقبتهم تطير. بس حظهم الحلو ان هم بيخرجوا من المطبخ اخيرا والمفتاح متعلق في رقبه بام. لكن الحفله كانت بدات تشتغل والناس قاموا يرقصوا، فكانوا محتاسين بين الرجول لحد ما قرروا يرقصوا مع الناس علشان يقدروا يعدوا منهم. والوضع كان ممتع جدا بالنسبه لهم، والاول مره بام ترقص مع ماك اصلا. واخيرا بينجحوا ان هم يعدوا من الناس، بس بيلاقوا الطباخ طالع من المطبخ وعينه بتطق شرار، فبيجروا بسرعه علشان يحرروا ديلوري. وبيحاول ماك انه يفتح القفل بس من كتر التوتر والصربعه ما بيعرفش. وساعتها العم دان بيقوم خابط ماك على قفاه مبلعه المفتاح مره واحده، فبتحاول بام انها تخليه يرجعه بس ما بيعرفش، فبتفضل تتنطط على بطنه وبرضه ما فيش نتيجه. وقتها تشامب بتلمح الطباخ وهو بيقرب من الاوضه، فبتجري تقفل الباب بالمفتاح بسرعه على امل ان هم يحرروا مستر ديلوري بسرعه ويهربوا. ولكن الطباخ بيوصل وبيعرف يفتح الباب، ولما بيدخل بيتفاجئ ان الجو هادي والبغبغان زي ما هو في القفص، فبيحس ان الدنيا عاديه والبط ما جاش هنا. ولسه بيخرج من الاوضه بيسمع صوت جاي من وراه. اتاري ماك كان ماسك البالونه بتاعت بنته اللي اتخرمت مره واحده، ولما حاول يكتم الصوت بتاعها اخد الهوا كله جوه بطنه فحجمه زاد. وساعتها طار في الجو وراح ناحيه الطباخ، فمن الخوف طلع الهوا اللي في بطنه كله مره واحده وساعتها خبط في الطباخ. ولكن بفضل الخبطه دي المفتاح خرج من بقه بسهوله وطار عند دلوري اللي مسكه وفتح القفص بسرعه. وبعد ما بيتحرر بيطير على فوق على طول وكلهم بيحصلوه، لكنه بيخلص جوله الطيران اللي في الاول دي وهو مستمتع، وبينزل يشكر ماك واسرته علشان ساعدوه، وبيقرروا يبداوا رحلتهم سوا وهو اللي يقود الرحله دي، خاصه
وخصوصا ان ديلوري هيقدر يرجع لعيلته مرة تانية. فبيودعوا تشامب على اللي عملته علشانهم، وبيمشوا في الطريق بيعدوا على اماكن وبلاد كتير جدا، وديلوري ما بيتعبش ابن الايه، فرحان علشان هيرجع لعيلته اخيرا. وفجأة في نص الطريق جوين كانت عاوزة تدخل الحمام، فماك بيقول لها تعملها في اي حتة وهم كده كده طايرين. ولكن الست جوين كانت بدأت تحس انها انسة بقى، وما ينفعش يا بابا حد يشوفني وانا بعمل زي الناس. بيضطروا ساعتها ان هم ينزلوا وسط مزرعة علشان يسيبوها ترتاح. بس فجأة وهي بتعمل الحمام بتصرخ بصوت عالي: ويا ناس الحقوني، في حد بيبص عليا. علشان بام تروح تشوف مين اللي بيتجاسس على بنتها ده، بتكتشف انها لوحة مرسومة على باب قبو في الارض. بيقرروا ان هم يستكشفوا المكان ويعرفوا ايه اللي جواه. بس المرة دي ماك بيسمح لداكس انه ينزل معاه بكل شجاعة بعد ما اطمن انه بقى يعتمد عليه خلاص، علشان اول ما يخرجوا من الناحية التانية يكتشفوا ان هم موجودين وسط مزرعة بط، والبط عمال يعمل تمارين يوجا ومستمتعين خالص بوقتهم. وازاي البط ده كله عايش حياته واحنا مش حاسين؟ فبيطلعوا يتعرفوا عليهم وبيعرفوا ان البط ده كله عايش هنا من سنين، وصاحب المزرعة بيهتم بيهم وعامل لهم زحاليق ومراجيح وبيعمل لهم مساج كمان بنفسه. والصراحة ما شفتش دلع اكتر من كده، والواحد نفسه يتحول لبطة فجأة الصراحة. المهم ماك واسرته بيستمتعوا بالجو وبيقرروا يعيشوا في المكان اللي زي النعيم ده، ومش هيلاقوا اطيب من صاحب المزرعة اللي بيجيب لهم الاكل لحد عندهم ويروق عليهم كده. ولكن فجأة ماك بيلمح الطباخ اللي شافوه من يومين وهو جايب عربيته، واتاري صاحب المزرعة كان بيروق على البط علشان في الاخر يبيعهم للطباخ ويقبض فيهم سعر كويس. وطبعا البط طول ما هو متروق عليه هيطلع طعمه احلى. علشان كده ماك بيجري على البط يمنعهم وبيعرفهم ان هم رايحين لفين، لكن محدش بيسمع كلامه خالص. وقتها داكس بيشوف اللي بيحصل وبيجري يساعد باباه اللي بيمنعه ويطلب منه يروح عند مامته علشان ما يعرضش نفسه للخطر، وبيقف يتكلم مع زعيم البط. ولكن داكس بيلف من ورا باباه وبيجري يحرر البط من العربيه، واثناء ما كان بيعرفهم اللي هيحصل فيهم بيظهر الطباخ وبيدوس فوق جناحاته. بس داكس بيقرر يستغنى عنهم علشان ينقذ نفسه، لكن ده ما بيشفعلوش لان الطباخ بيزنقه بشوكه كبيره وكان هيخلص عليه. لولا ماك بيسمع صوت ابنه وهو بيصرخ فبيجري بسرعه يساعده، وبيطير على الطباخ علشان يخليه يسيبه، فبيرمي الطباخ على الارض وبعدين بيطلع سكاكين علشان يذبحه. في اللحظه دي البط بيشوف كل اللي بيحصل وبيصدقوا كلام ماك وبيطلعوا يجروا يهربوا بره العربيه. فوهم خارجين بيوقعوا الطباخ على الارض وبيحشوه عن ماك وابنه اللي ما بيصدق وبيجري على اسرته علشان يعرفهم اللي بيحصل ويهربوا بسرعه. بس الطباخ بيظهر مره تانية وبيجري وراهم. لولا ان ماك بياخد البط كله ويطيروا في الجو، وبكده يبقى انقذوهم وهربوا من الطباخ اخيرا. ولكن داكس ما كانش عارف يطير كويس بسبب اجنحته اللي اتضررت وريشه اللي وقع منه. عشان كده ماك بيشيله فوق ظهره ويطير بيه، ولما بيطمنوا ان هما بقوا في امان بينزلوا على الارض. وماك بيزعق لابنه علشان كان هيعرض حياتهم للخطر، وده بيضايق داكس جدا وبيبعد عن باباه. بالليل بنشوف الطباخ وهو جايب هليكوبتر مخصوص وبيدور على البط في كل مكان، وتقريبا عمل عقله بعقل شويه بط واخد الموضوع بشكل شخصي. اما داكس فما كانش عارف ينام بسبب الكلمتين اللي سمعهم. وفي نص الليل بعد شويه عن العيله، فجوين اخته صحيت ولقيته واقف فوق حمام السباحه، ففكرته ناوي ينتحر ولا حاجه، فقررت انها تهديه وتحتويه، وفضلت حضناه طول الليل وهم بيتكلموا مع بعض. ساعتها ماك قام من النوم على الصوت بتاعهم وشافهم وهم قاعدين مع بعض ففرح شويه، لكنه اتضايق علشان حسس ابنه انه مالوش لازمه. وفجاه لقى الطياره واقفه فوق منهم والطباخ بينط منها، فقاموا كلهم بسرعه علشان يهربوا، ولكن الطباخ رمى عليهم شبكه وحبسهم كلهم جواها ما عدا داكس وجوين اللي كانوا بعاد شويه. ولما الطباخ جه يبص عليهم استخبوا بسرعه منه، فحس ان مفيش حد لسه موجود، وقام ساحب كل البط اللي لمه بما فيهم ماك وبام. وقتها داكس وجوين وقفوا مصدومين من اللي حصل، ما بقوش عارفين يعملوا ايه. اما الطباخ فخد كل البط في الطياره حبسهم في قفص، ولما شاف ماك وبام قام واخدهم وحبسهم في قفص صغير لوحدهم وقفل عليهم بالشوكه بتاعته. في الوقت ده بنرجع من تاني لجوين وداكس اللي كانوا واقفين منهارين، وداكس بيدور على اي طريقه يساعد بيها اهله، لكن المشكله في جناحه اللي مقصوص ده ومش هيعرف يطير بيه. وفجاه بيبص لاخته بيلاقيها ماسكه شويه شرايط قماش بتجيله فكره جهنميه. اما ماك فكان بيحاول يحرر نفسه باي طريقه علشان يرجع لعياله، ولكن بام كانت منهاره وحست لاول مره انها كان لازم تسمع كلام جوزها ويفضلوا في البحيره. لكن المره دي ماك هو اللي بدا يهديها ويفكرها بكلامها معاه وانها اقوى مغامره في الحياه وهيقدروا يتخطوا المرحله دي سوا. وفجاه وهو بيتكلم رجله بتعدي من القفص فبيقدر يرفعه، وساعتها بتجيله فكره ان هم يعدوا رجليهم هما الاتنين ويشيلوا القفص يتحركوا بيه طالما عارفين يخرجوا منه. بس كل ده من غير صوت علشان الطباخ ما يحسش بيهم. وبالفعل بدأوا يتحركوا بكل هدوء وكانوا خلاص قربوا من
القفص الكبير وهيفتحوه، ولكن فجأة الطباخ شافهم ومسكهم قبل ما يحرروا الباقيين وكان لسه هيذبحهم، بس ديلوري اتدخل وبدأ يحدف طماطم وخيار على الطباخ، والشجاعة أخدتهم كلهم وبدأوا يساعدوا ديلوري هم كمان لحد ما قدروا يفقدوا وعي الطباخ. وبالصدفة داس على زرار الباب وهو بيقع فوقعوا من الفتحة اللي تحت، ولكن قبل ما يقعوا على الأرض من المسافة العالية دي فضلوا متعلقين في شعر الطباخ الطويل، لأنهم لو وقعوا من المسافة دي أكيد هيموتوا، بس للأسف ما بيقدروش يستحملوا أكتر من كده وبيفلتوا إيديهم، وساعتها حسوا إن حياتهم خلاص انتهت وبدأوا يودعوا بعض. ولكن فجأة ظهر داكس وهو طاير في الجو، وأتاريه أخد القماش وعمل بيه أجنحة جديدة طار بيها، فحاول يرفع القفص لقاه تقيل قوي، علشان كده مفيش حل غير إنه يفتحه، وبدأ يشد في الشوك على آخر ما فيه لحد ما قدر أخيرا إنه يسحبها، وساعتها باباه ومامته خرجوا بالسلامة. وقتها ماك عرف أخيرا إنه خلف راجل يعتمد عليه، وبص لابنه بكل فخر علشان قدر يتخطى العواقب لوحده، وعرف إنه ما كانش فاهمه كويس من الأول. أما ديلوري فبيحمس البط علشان يهربوا هم كمان، وبيفضلوا يخبطوا في الباب لحد ما بيتكسر وبيخرجوا. ساعتها السما بتتملي بيهم وبيسيبوا الطباخ متكتف على الطيارة ويرجعوا يكملوا طريقهم. المرة دي بقى بيطيروا ليل ونهار علشان يوصلوا، بس علشان كانوا طايرين بالليل فديلوري تاه في النص وعرفهم انه فوت الحارة اللي فاتت، وللأسف مش هينفع يرجعوا بعد المسافة دي كلها، فبقوا واقفين هيولعوا فيه من الغيظ. وفجأة ماك بيلاقي المية منورة تحت منه، فبيكتشف ان هم وصلوا لجامايكا والشمس بتطلع عليهم هي كمان، فبيتأكد لهم ان هم في المكان الصح، واخيرا بيحققوا حلمهم وبيشوفوا المكان اللي بيحلموا بيه دايما، وبيقضوا وقتهم كله في سعادة ولعب. وبعد فترة بتوصل كيم وأسرتها هم كمان، وبيفرحوا قوي ان هم اتجمعوا من تاني، واخيرا غيروا رأيهم وبقوا يلفوا العالم زي حالتهم. المرة دي بقى ماك بيشكر مراته علشان تخطوا كل المراحل الصعبة دي سوا وبقوا في امان، وان هي اللي حسسته اخيرا انه عايش لما جرب المغامرة ولو لمرة واحدة. ولما بيوصلوا للشتاء اللي بعده بيقرروا ان هم يرجعوا للبركة بتاعتهم تاني، لكن قبل ما بيتحركوا بيلاقوا ماك داخل عليهم وفي ايدهم شوية بطاريق، وقال ايه الطيور دول تايهين وعاوزين يروحوا بيتهم. فبتستغرب بام جدا لان بيت البطاريق موجود في القطب الشمالي، وبتعرفوا ان المسافة بعيدة قوي من هنا، لكن الجملة دي بتزود الحماس عند ماك اكتر لانهم هيخوضوا مغامرة جديدة. تقريبا كده تفكيره اتغير وبقى بيحب المغامرات، وبالفعل بيوافقوا يغامروا معاه المرة دي كمان ويرجعوا البطاريق لبيتهم. المهم ان هما في النهاية سوا، الاهم ان هما ما عرفوش قيمة حياتهم غير لما خاضوا مغامرات خطيرة سوا وقدروا يتخطوها وهم مع بعض. انت كمان مستني ايه؟ ما يلا غامر وادينا لايك جميل واشتراك جميل في القناة علشان يوصلك كل اللي بنقدمه. اتمنى الفيلم يكون عجبكم واستنونا. يلا سلام.